السلام عليكم. النهاردة بقى هنعمل أكلة طعمها خطير، شيك جدا جدا لو عندك عزومة أو لو حابة تغيري في الأكلات اللي بتقدميها لأسرتك. أكلة شكلها ملوكي كده من غير تكلفة كبيرة. تعالى أقولك إزاي نعمل الحمام الكذاب بطريقتي الخاصة. بس قبل ما نبدأ تعالوا ناخد شوية حسنات مع بعض ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة هنحضر الحشوة اللي هنحشي بيها الحمام الكداب بتاعنا. عندي هنا حتة سمنة حلوة كده في الطاسة، وهننزل عليها بالكبد وقوانص بتاعة الفراخ، يعني حوالي كبدتين وقنصتين، يعني مش كتير. أول لما يتشوحوا بقى ويبتدوا ياخدوا اللون البني الجميل ده، هنبتدي ننزل عليهم ببصلة كده كبيرة مفرومة. البصل بيبقى من الحاجات اللذيذة جدا اللي بتبقى موجودة في الحشوات بتاعتنا. هنحط بعد كده نص كوباية من الرز، طبعا مغسول ومتصفي كويس جدا من المية. هنشوح بقى كله مع بعضه ونضيف بهارات بتاعتنا. مش هنحط بهارات كتير، عبارة عن ملح وفلفل أسمر ورشة من القرفة. بس اهتمي بالفلفل الأسمر شوية، يعني زودي شوية كده، لأن أنا بصراحة بحبه بيدي طعم ونكهة مختلفة جدا للرز بتاع الحشوات. هنحط بقى نص كوباية من المية ونبتدي نسيبهم بقى لحد لما يتشربوا. انا عايزة الرز بتاعي يبقى مستوي، يعني 3/4 سوا، مش مستوي سوا كامل. هتحطيه على نار هادية كده. اول لما يشرب المية خلاص هتطفي عليه خالص وتسيبيه بقى يبرد. اهم حاجة انك تسيبي الرز اللي هتحشي بيه عندك يبرد تماما. سواء بقى هتحشي فراخ، هتحشي بط، هتحشي حمام، هتحشي حمام كداب، لازم تسيبي الرز يبرد تماما. بصوا بقى ده وراك فراخ. انا جايباها من عند البياع الفراخ كده، بروح اقول له لو سمحت عايزه وراك مخليه من العظم وبسيب فيها الجلد من بره. تمام. وقولي له ان انت عايزاه تعملي بيها حمام كداب علشان ما يشيلش الجلد من بره. تمام. تعالوا بقى نتبل الوراك دي بتتبيله بسيطه، عباره عن بصله مفرومه ناعم وشويه ملح وشويه فلفل اسمر، وكمان هنحط معلقه من الصلصه علشان تدينا لون حلو زاهي كده وجميل. انا بتبل ليه قبل ما احشي الحمام الكداب بتاعي؟ علشان اضمن ان كل حته من الورك بتاعي او اللحمه بتاعتي وصل لها التتبيله، لان مش هيوصل عن طريق الحشوه، مش هيوصل اي حاجه للفراخ من جوه. فانت لازم بقى تحطي كده كويس قوي وتوزعي بايديكي كده على قد ما تقدري التتبيله اللي انت عملتيها دي، علشان اللحم بتاعك يبقى متطعم كويس. شايفين؟ طريقة سهلة جدا جدا، مفيهاش اي حاجة. هنتبلهم كويس قوي قوي، وبعدين هنسيبهم كده مركونين لمدة نص ساعة ساعة. حابة تعمليهم من بالليل، يعني اللي يناسبك اعمليه، بس هي كانت نص ساعة كافية جدا يعني. ده بقى الرز الحشوة بتاعي بعد لما برد تماما تماما، وهبتدي بقى ايه احشي بيه. طب انا ليه بخلي الرز يبرد؟ اولا عشان اعرف يعني اتحكم فيه بايدي، لان انت ايدك غصب عنك هتلمس الحشوة، فانا مش عايزه اتلسع وانا شغاله. ثانيا انتي لما الرز يبقى سخن وانتي بتحشي كده الحمامه معاكي او اي طيور عموما، هتحس ان الجلد السخونيه اثرت عليه فكش منك، فمش هتعرفي تقيمي الكميه اللي هتحشي بيها الحمام بتاعك او الفراخ بتاعتك. هتبتدي انك انتي تزودي في كميه الحشوه، وبالتالي ممكن يفرقع منك. تمام. عشان كده بنستنى الرز يبرد تماما. تعالوا بقى نظبط معاكم طريقة الحشوة. احنا بنحشي كده حوالي معلقتين 3 كبار من الرز، وبعد كده بنبتدي نقفل بالخلة. تقفيلة سهلة جدا. اللي هيساعدنا على التقفيل هو وجود الجلد اللي موجود حوالين ورك الفرخة. بتمسكيه كده حتة حتة، ولو لقيتيه يحتاج شوية رز كمان بتزودي، بس ما تزوديش قوي، يعني عن يعني 3 4 معالق كبار بالكتير. تمام. بعد كده هتبدأي تقفلي كويس قوي، وخدي بالك وانتي بتقفلي ان الشكل اللي هتقفلي عليه هو اللي هيثبت بعد التسوية. يعني ما تقوليش ان الشكل هيتغير بعد التسوية، لا. عشان كده وانتي بتقفلي لازم كده تديها الكيرف كده بتاع الحمامة كده، يعني عارفين شكل الرقبة وشكل صدر الحمامة وشكل الحتة اللي من ورا دي، عارفينها؟ بس تمام كده. تعالوا نحشي كمان واحدة عشان اوريكم الحشوة ازاي بالظبط يعني. هنجيب بقى الورك اللي عندنا كده ونفتحه، ونبتدي نحط الرز بتاعنا جوه
الورك الفرخة الجميل بتاعنا ده. يستحسن تكون الوراك حجمها كبير علشان تاخد معاكي يعني كمية أكبر. تمام. والله هو الواحد ممكن يعتبر وجبة كده جنب شوية سلطة، يعني ممتاز بصراحة. هو منه فيه كل حاجة، الرز موجود والفراخ موجودة، وناقص بس طبق سلطة جنبه كده حلو قوي. هتبتدي بقى تقفلي كده، وعينك هي ميزانك طبعا. هتمسكي الجلد وتبتدي تدبسيه بالخلة. على فكرة لو ما عندكيش خلة ممكن تخيطيه بالإبرة والخيط عادي خالص، بس افتكري انك تشدي الإبرة والخيط بعد الخيط قصدي بعد لما يستوي. اوعي تنسي الإبرة فيه. هتبتدي بقى تقفلي، هتلاقي تقفيله يعني ممكن يعكسك شوية، ممكن تيجي على حتة جلد فيها لحمة زيادة فتحس ان هو الموضوع صعب، بس والله سهل جدا. يعني هنقفل بقى، اهم حاجة ان الرز يبقى جوه، واهم حاجة ان احنا نظبط الشكل. لو في حبة رز حشيتيهم زيادة طلعيهم بايديكي، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة اي فتحة قدامك تقفليها بالخلة. وصدقيني لو انتي مبتدئة او ما عملتيهوش قبل كده هينجح معاكي ومن اول مرة. ركزي بس في الفيديو وفي طريقة التقفيل، اتفرجي عليه مرة واتنين قبل ما تبتدي شغل، وان شاء الله ان شاء الله تعمليه بكل سهولة. شايفين انا بقفل ازاي؟ انا ما حبيتش اجري الفيديو علشان تاخدي بالك من اهم حاجة. اهم حاجة هو تقفيل الورك بتاعنا. تمام كده. هتحس انها معصلجة معاكي شوية، يا معصلة بس يلا الحمد لله دخلت اهي. لو في بقى اي زوايد مش حابة تكون موجودة، قطعيها بالمقص، قصيها بالمقص. بس يعني ايه، حاولي تقفلي وتدخلي لجوه الزيادات، وبعد كده تدبسي كده بالخلة زي ما ايه انتي شايفة. تعالوا بقى اهم حاجة نشوف التسوية بتاعتنا. هنجيب صينية ونحط فيها شرايح بصل، طماطم، بطاطس، جزر، اي خضار عندك حطيه. وهنبتدي نحط ملح وفلفل اسمر، ومش هنكتر بهارات ولا بقى بابريكا ولا اي حاجة تانية ولا زعتر ولا روزماري ولا الكلام ده كله. هو اكلتنا بالملح والفلفل الاسمر وبس. هننزل بقى بورق اللوري، وهنحط كمان كام فص حبهان كده لو عندك، يا حبذا ما عندكيش خلاص مش مشكلة. وهنجهز القعدة بتاعتنا في الصينية الجميلة دي. والله يا جماعة القعدة دي بتبقى يعني اللي احنا عاملينها دي بتبقى طعمها ألذ 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 مما يكون، بتبقى شاربة بقى من البهاريز كلها كده. ويعني جميل قوي لما تاخدي منها معلقة كده تحطيها على الرز، بس نشيلي منها الحبهان الأول قبل ما تقدميها، علشان ما يجيش حد تحت ضرسه حبهانة ولا حاجة ويقعد بقى يقولك انت بتحطي حبهان في الأكل، شيلي الحبهان من الأكل وكده. هنغطي بقى الصينيه بتاعتنا باي غطا عندك، غطا حله تكفي عليها صينيه، تحطي ورقه زبده فوقيها، ورقه فويل، وبعد كده تقفلي كويس وتدخليها الفرن على درجه حراره 200. هتقعد معاكي ساعه الا ربع. وبعد كده تكشفي الغطا، ولو لقيتي ان الوش احتاج شويه يحمر، شغلي الشوايه وهندخلها من غير ميه خالص خالص. هو هيستوي في ميه الخضار اللي نزل فيها. يعني الوراك الكدابه دي بتاعتنا او الحمام الكداب ده هيستوي في الميه بتاعه الخضار اللي هينزلها، مش هنحط اي ميه نهائي. تمام. هتطلع بقى مشويه وجميله بالشكل ده. اللي انا حطيته في السيرفيس ده بقيه الرز اللي اتبقى، انا كملت تسويته على النار وحطيته من تحت كده. وبقى احلى حاجه ممكن تقدميها لاسرتك وتغيري في الشكل والروتين، اللي هو بدل ما يبقى الورك مسلوق ومتقدم، طعمه في منتهى الجمال وتحفه جدا جدا. هو صراحه ما يغنيش عن الحمام، بس كتغيير انا معاكي فيه. لكن طبعا الحمام ده استاذ لا يعلى عليه خالص. لو عجبك الفيديو وصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا باللايك ونوريني بالاشتراك في قناة صنع في المطبخ مع أميرة الطاهر علشان يوصلك كل جديد. شكرا للمشاهدة.